حاضر يا اخويا، حلمي نفسه اهو هسكت اهو. ايوه كده، ايوه كده، عالم تخاف ما تختشيش. ماشي كده وعيدوا مني واعملوا المخصص. صباح الخير يا ام. صباح النور يا حبيب امك. اهو كده سابع ابن سابع. عجبتك يا امه؟ طبعا، انت دلوقتي سيد الرجاله. انا زي الفل يا امه، هي اللي مش زي الفل، العيب مش فيا يا امه. طبعا يا ابني. يا لهوي يا لهوي، عبد القادر مالك يا ابني؟ مالك انت يا مخفيه يا اللي جوه؟ بنت يا ايمان. ايوه يا حماتي، يا لهوي مالك يا عبد القادر؟ يا ابني مفيش، انا كويس. كويس ايه؟ اندهي على الواد مجاور ينقله على المستوصف. حاضر يا مجاور يا مجاور. الحمد لله، ابنك بقى احسن دلوقتي، بس سيبوه شويه يستريح. سلامتك يا ضنايا. ابنك بخير يا ستي، ما تقلقيش، لما يصحى هيبقى حال العال، والحمد لله غسيل المعده هيريحه على الاخر. متشكرين يا مجاور، تعبناك. ما تقوليش كده، عبد القادر ده اخويا، يا ريت بس لما يصحى تشيعولي عشان عاوزه كده في كلمتين. اطمن، كلها يومين 3 وهيطلب بنفسه ويدفع السعر مضاعف كمان. برافو عليك يا عاطف، ربنا يزيد ويبارك. انا في الخدمه يا معلم، المهم بقى تزود نسبتي. ماشي، وانت المهم تزود توليد الزباين. حاضر يا معلم. نمله اللي قول لي صحيح يا معلم، هم سموك نمله ليه؟ ده انت بترفع الناس لفوق وبتخليهم اخر صهلله في السماء. معقوله نمله تعمل كل ده؟ انا هقول لك كل حاجه. انا في الاول كان اسمي صقر، وبعد المباحث ما هرشتني وكسروا جناحي استخبيت، فاهم؟ وغيرت اسمي فبقيت نمله. وعن طريق الصقور اللي امثالك واللي زيك بأدي رسالتي التي ارجو ان تتم على احسن وجه في المرحله المصريه القادمه. ايه يا معلم نمله؟ ايه ده؟ انت فاكر نفسك مهم؟ طبعا، ويؤكد اهميتي مسؤوليتي عن توريد الكيف والبرشام للمحتاجين والعشوائيين والمأزومين امثالك وامثال عبد القادر الوجه الجديد. كلها كام يوم ويبقى وجه قديم وهشوف غيره. وانا تحت امرك في كل اللي تطلبه يا عطوة. تعيش يا معلم. يا ترى اعمل ايه دلوقتي يا عبد القادر؟ اللي عملته ده تصرف ناس جهله يا عبد القادر، وبعدين عمر المخدرات ما بتفيد حد، بالعكس بقى دي بتضر على طول الخط. عندك حق يا مجاور. وبعدين هو مين زميلك ده اللي شار عليك الشورى السودة دي؟ مفيش داعي تعرفه، منه لله. لا، لازم اعرفه عشان اخلص الناس من شره. يا سيدي كانت نيته خير. والله انت اللي على نياتك يا عبد القادر. غريبة، جاش ليه ده؟ طيب لما اخلص الوردية اعدي عليه اطمن. نايم ولا مش عاوز يقابلني؟ ده جزات اني جاي اطمن عليه. على العموم يا حاجة لما يصحى تسلمي لي عليه. سلام عليكم. حاضر يا عاطف، هبلغه مع السلامه. خلاص يا عبد القادر راح لحاله. ربنا يكفينا شره. شر ايه يا اخويا؟ مالكيش دعوه انت، دي حاجه بيني وبينه. المهم اخبار التحاليل والاشاعات ايه؟ خلصتها وبكره هروح للدكتوره ان شاء الله. معلش يا ايمان، سامحيني، انا مش عارف ايدي اتمدت عليك ازاي. المسامح كريم. هقوم اجيب لك شويه شوربه تدفي بيهم معدتك وجنبهم شويه سلطه. التحاليل والاشاعات بيأكدوا اني ما عندكيش اي موانع عليه. الله، امال ايه السبب؟ جايز العيب عند جوزها. خبر، ولازم يروح لدكتور اخصائي يكشف عليه. وهنخليه يروح للدكتور ازاي؟ هو مش عاوز يخلف؟ خلاص لازم يروح للدكتور. بص بالألفين تمام، الحساب كان
فلت من ايدينا. ايه ازاي يا عطوة؟ طلب بياخد كل وردياته نهار علشان ما يقابلنيش، والباشمهندس مصطفى وافق له. خلاص سيبك منه، شوف غيره. بقول لك ايه، ما تجيب لنا الباشمهندس مصطفى؟ يا ريت، بس انا فعلا جبت واحد تاني اسمه برعي زميل عبد القادر برضه. على الله يقع في الخية وما يفليش زي بسلامته عبد القادر. اطمن يا معلم. عملية؟ للأسف يا عبد القادر، في كيس دهني لازم يستأصل. وتتكلف العملية دي قد ايه يا دكتور؟ مش أقل من 5000 جنيه. يا خبر، ده مبلغ كبير قوي ما احتكمش عليه. هو انا يعني اللي احتكم عليه؟ يما انا عارف البير وغطاه، بتستخسري في ابنك. لا يا ابني، ده كلام بس زي ما انت عارف القرشين اللي حيلتي يا دوب يكفوا علاجي وخرجتي اذا حصل امر الله. بعد الشر عليك يا ست الكل، انت مش نفسك تشوفي احفادك؟ خلاص ساعديني. منين بس يا غالي، ربنا عالم انا بعمل ايه عشان ما احسسكش بمصاريفي واشيلك همي. كفايه هم المحروسه مراتك. ماشي يا عم، ماشي براحتك. سلمها لله يا عبد القادر. ونعم بالله يا إمام، مفيش أحن مني. بقول لك ايه، ما تيجي يوم الجمعة نروح نزور أولياء الله الصالحين وندعي إن ربنا يفرجها من عنده. حاضر يا إمام، أنا مش هلاقي باب إلا وهروح أخبط عليه لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يحقق حلمنا بالذرية الصالحة. ايه ده ياما؟ حتتين صيغة يا بنتي، كنت شايلاهم للزمن. بيعيهم يا حبيبتي وشوفي ناقص كام على 5000، وانا هستلفه من الشيخ عواد. لكن ياما ما لكنش، نفذي اللي بقولك عليه. الحمد لله على السلامة يا بطل. ها عامل ايه النهارده؟ الله يسلمك يا دكتور، الحمد لله. دي روشتة بالعلاج اللي هتمشي عليه، ودي اجازة تقدمها لشغلك. مش عاوز حركة كتير، واشوفك بعد اسبوعين. سلامتك يا عبد القادر. خد يا اخويا الحباية، ميعادها جه. متشكر قوي يا إمام، تعبتك معايا الأيام دي. ما تقولش كده، ده انا مراته وتقلي واجب تعمله ست مع جوزها. ربنا يتمم شفاك على خير. يخليكي لي. عامل ايه دلوقتي يا برعي؟ الحمد لله احسن يا عطوة. مش قلت لك هترتاح؟ على العموم اذا حسيت بصداع تاني انا في الخدمه. ربنا يخليك ولا يحرمنيش منك. الله، ده الاسطى عبد القادر جه اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا عبد القادر. الله يسلمك عزولي. ايه اللي جابك؟ مش كنت تريح شوية؟ الحمد لله بقيت احسن. هو الباشمهندس مصطفى فين؟ فوق في الإدارة. انا ريحت. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عطوة؟ الله يسلمك يا صاحبي، ربنا عفوك. نور بيك. مش محتاج اي خدمه. الله الغني. لكن الراجل نيته خير يا عبد القادر. هو في الأول بيبتدي كده، وبعدين شوية شوية يجيب رجلك في الخيل، وساعتها يا برعي مش هتعرف تخرج منها أبدا. خيه؟ أيوة، خية الإدمان. بعد كده لما تحس بتعب يا برعي تروح للدكتور في عيادة الشركة وتبعد عن اللي اسمه عطوة ده نهائي. أنا نصحت وأنت حر. ايوه يا عبد القادر، انا حامل. حامل؟ الحمد لله، الحمد لله يا ما انت كده، انت كده. ألف حمد، ألف شكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. امي نصحتني ما اجيبش سيره الا لما الحمل يثبت، والدكتوره قالت لي ما اعملش مجهود. مال يا حبيبتي ومال، انا هقوم بشغل البيت كله. طب اروح اقعد عند امي وهي تخدمني. ايوه، عشان كلام الناس يكتر ويفتكروا انك غضبانه. لا يا ايمان، لا. هو انا هنسى وقوفك جنبي بعد العمليه؟ يا مسيرتي وطبيبتي وتعبتي،
وجه الوقت اللي ارد لك فيه شويه من جمالك يا ام العيال. يسمع من بقك ربنا. خلي بالك يا برعي، خلي بالك. يا سليم، يا سليم. ايوه الحقنا، برعي وقع على الارض. ايوه يا عبد القادر، لكن شهر ده كتير قوي. محمود مستعد يغطيني وهيطبق لغايه ما ارجع. ارجوك يا باشمهندس مصطفى، ده حلم 10 سنين فضلت مستنيه يتحقق. ماشي يا عبد القادر، ادي موافقتي اهي. اجازه شهر بحاله. خير يا عبد القادر، سلامتك؟ لا دي ظروف كده يعني. امال فين برعي؟ برعي راقد في داره. ماله جراله ايه؟ اعصابه تلفت ومعدته قفلت والامراض هجمته. ايش انيميا وايش ضغط. باختصار احترنا في امره. لكن انا عارف حالته. اهي. ازاي يا عبد القادر؟ عن اذنكم يا رجاله. على فين؟ ده اتهام خطير قوي يا عبد القادر. عندك دليل؟ شهادتي وشهاده العمال، ولو حضرتك راقبته هتلاقيه بيبيع لي ده برشام ولده حته مخدرات. على العموم كويس انك قلت لي. انا هبلغ عنه المركز وهم يراقبوه ويقبضوا عليه. وانا بقول الانتاج بيخس ليه؟ الف مبروك يا مدام ايمان، السونار بيأكد انك حامل في توأم. ايه يا ما انت كريم يا رب. الف مبروك يا حبيبتي. بصي بقى، ميعادك قرب، والتعليمات اللي هقولك عليها لازم تنفذيها بالحرف. حاضر يا دكتور. عيني على الرجالة، سايب شغلك وقاعد في البيت تعمل ايه يا حيلي؟ ابدا، ظروف يما. ظروف ايه يا ولا؟ انت هتخبي عليا؟ اطمني يما، هتعرفي لما ترجع ايمان. ترجع منين؟ الف مبروك يا عبد القادر، مراتك حامل في توأم. ايه؟ توأم. الف حمد وشكر لك يا رب. ربنا يعوضك، صبر خير. انت حامل يا ايمان يا بنتي؟ معقولة؟ ايوه معقولة دي؟ ايوه، مفيش حاجه بعيده على ربنا. ونعم بالله. الف مبروك يا ضناي، الف مبروك يا ايمان، الف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا أم. ربنا يخليك لينا يا حماتي. وبعدين يا ايمان، هنجيب مصاريف المستشفى منين؟ دي مستشفى خاصه. احتمال أورد قيصرية، والمستشفى دي بتشكر فيها الدكتورة قوي. على العموم ما تشيلش هم، يحلها اللي لا يغفل ولا ينام. سبحانه وتعالى. ده احنا لسه ما سددناش باقي فلوس عمليتي. خليك مع الله يا عبد القادر، اللي نيته يسدد دينه ربنا يسد عنه. الف مبروك على التوأم، يتربوا في عزكم. الله يخليك يا دكتوره. تسلم ايديك يا غاليه. هبقى اجي اطمن عليكم بالليل عن اذنك. اتفضلي يا بنتي، اتفضلي. الف حمد لله على السلامه يا ايمان. الله يسلمك. الحمد لله. اللهم الف مبروك، الف مبروك يا ايمان يا بنتي. الله يبارك فيك يا حاجه. فين احفادي؟ اهم يابا. ما شاء الله، ما شاء الله. الله اكبر، الله اكبر. سمتهم ايه؟ الواد هسميه على اسم ابوي، والبيت على اسمك يابا. هو احنا عندنا اغلى منك؟ والبنت الجايه ان شاء الله تسموها على اسمك. ان شاء الله يا حماتي. هي يا ايمان كله تمام؟ تمام يا عبد القادر، يلا بينا. اتسندي على امك، وانت ياما شيلي الواد والبيت على ما اروح ادفع حساب المستشفى. حساب المستشفى اتدفع خلاص يا حبيب امك. ومين اللي دفعه؟ انا اللي دفعته، وهسدد دين العمليه اللي عليك كمان. غريب، مش كنت بتقولي معكيش فلوس ياما؟ فرحتي باحفادي خلتني افك المنديل واشيل البلاطه. يا سلام يا سلام، هو في بعد كده فرحه يا ولادي؟ عندك حق يا حماتي. وخلي بالك
انا هخدم مراتك وولادك في الدار، مش عاوزه مساعده من حد ابدا. كده اهو اطلع انا منها بقى. الله يهني ايمان بحماتها. وهو انا في ديك الساعه لما اخدم مرات ابني وولاد ابني، وخصوصا البت اللي اسمها على اسم